أسرار سورة الهمزة وروحانياتها وتأويلها الباطني وفوائدها الروحانية. بدأت ببسم الله روحي به اهتدت إلى كشف أسرار بباطنه انطوت، وصليت بالثاني على خير خلقه محمدا من زاح الضلالة والغلت. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم سنتكلم عن سورة الهمزة وأسرارها وخواصها الروحانية، وسأعطيكم عدد من فوائدها مفرقة في هذا الموضوع. فسورة الهمزة إن قرأها من يعاني السحر المأكول عدد 40 مرة، وكل مرة يكرر آخر آيتين من السورة، من قوله تعالى نار الله الموقدة إلى قوله تعالى ممددة 7 مرات، وشرب من هذا الماء سيتخلص جسمه من هذا السحر نهائيا في 7 أيام بإذن الله. وإن قرأت بنفس الطريقة على حليب غليت فيه من قبل عروق الشبية، والشبية هي كما تسمى الشويناء أو الشيح الرومي، غليا جيدا وشربه من يعاني من السحر، فإن من يتحرك السحر في بطنه ولا يستطيع تقيؤه فإنه يسترجع ذلك السحر حتى يراه بعينه مثل زلال البيض. ويكرر العملية 3 أيام متفرقات، أي إن قام بها يوم الأحد يكررها الثلاثاء والخميس. وقبل أن أتابع في فوائد سورة الهمزة، فسورة الهمزة قال فيها تعالى ويل لكل همزة لمزة. والهمزة اللمزة هو الشخص الذي تعود بالرذيلتين من همز ولمز وتمنطق بهما. والهمز هو الكسر من أعراض الناس، كأن يقول الهماز أن فلانة تقوم بما حرم الله، أو تفعل أفعال منافية للأعراف، أو يقول فلان يقوم بكذا وكذا، أي بأقوال تمس شرفهم أو عفتهم وأعراضهم، فهذا يسمى الهماز. والهمازون والهمازات كثر في هذا الزمان، يؤذون المحصنات بألسنتهم ولا يسلم منهم رجل أو امرأة، وينزلون على زوجات الرجال بالأقوال الفاسقة، وينعتون من يؤلمهم في قلوبهم بأقبح الأفعال والأقوال، وكلها افتراء وكذب. واللمز هو الطعن في الأشخاص وإخراجهم من صفة إلى صفة، فإن كان رجل أو امرأة يقومون بأفعال الخير يقولون عنه أنه متباهي، أو يقولون على امرأة عفيفة أنها مدعية للعفة، وغيره من الأقوال التي هدفها الإساءة والتشويش وتشويه سمعة الناس بالكذب والادعاء. فمن يقوم بهذا لماز ملعون، وويل له من دائرة السوء، وويل له من وعيد الله تعالى، ولا بد أن يرى سوء فعله في نفسه وذاته وهو حي. والهمز واللمز رذيلتان مركبتان من الجهل والحقد والحسد، عادة لأنهما يتضمنان الإيذاء وطلب الترفع على الناس، وصاحبهما يريد أن يتفضل على الناس ولا يجد في نفسه فضيلة يترفع بها، فينسب العيب والرذيلة إلى الآخرين ليظهر نفسه أو يظهر فضله عليهم، ولا يشعر أن ذلك عين الرذيلة، وأن عدم الرذيلة ليس بفضيلة، فهو مخدوع من نفسه وشيطانه، موصوف برذيلتي القوة النطقية والغضبية، ثم أبدل منه الوصف برذيلة القوة الشهوانية بقوله تعالى الذي جمع مالا وعدده. وفي عدده إشارة أيضا إلى الجهل، لأن الذي جمع المال وجوع نفسه وأهله وفي اعتقاده وعقله وروحه أنه سيجعل هذا المال عدة للنوائب والمصائب القادمة، وفي عقله وخاطره وطاقته أنه يجمع المال للنوائب كما أسلفت، سيلاحظ أنه كلما جمع مالا بهذه الطاقة وهكذا فكر يجد أن نفس ذلك المال الذي جمعه وعدده يجر إليه النوائب والشدائد ويستدعيها. وهذا مثل قانون الجذب في علم الطاقة، فتلاقيه جمع شوية فلوس بهذه النية خسرت له السيارة وصرفهم عليها، جمع فلوس بهذه النية مرضت له زوجته وصرفهم عليها، وكلما جمع المال بهذه الطاقة والكارما خسرهم بنفس الطاقة، وذلك لاقتضاء حكمة الله تفريقه بالنائبات، لأن نيته من جمع المال للنوائب
فالطبيعة تتجاوب وتكتمل الطاقة بصرفه على النوائب والبلايا. وهنا نرى الآية: يحسب أن ماله أخلده، أي أن المقتنيات والمعروضات والمال ليست مخلدة لصاحبها، بل ما يخلد في طاقة الشخص وينفعه في الدنيا والآخرة هو ما جمع من العلوم والفضائل، لا المجسدات والذخائر الجسمانية. وهنا قد يرى الشخص أنه مخدوع بطول الأمل والتمني، مغرور بشيطان الوهم عن بغتة الأجل، والحاصل أن الجهل هو أصل جميع الرذائل، وأصل جميع البلايا، وهو أصل جميع المشاكل والفتن. والعلم هو أساس النور في العقل والروح والقلب. ثم قال تعالى: كلا لينبذن. وكلا هنا هي نفسي لحاصل أنه لابد أن ينبذ، بمعنى يسقط عن مرتبة فطرته التي هي العبادة والنور والعودة بسلام إلى العوالم العلوية. أقول السقوط إلى رتبة الطبيعة الغالبة على نفس الشخص، وهي الحطمة التي عادتها كسر كل ما وقع في رتبتها باستيلاء قوتها عليه، وهي النار الروحانية المنافية لجوهر القلب المؤلمة له إيلاما لا يوصف. واعلموا وفقكم الله أن سورة الهمزة حاكمها الأرضي هو ملك ملوك الجن السبعة السيد ميمون أبا نوغ كما يعرفه العامة، وأما الحاكم العلوي فهو السيد الملك العلوي كسفيائيل عليه السلام، أو الملك المتوخ ملك ملوك الجن السبعة العلوية. وله خلوة أسبوع كامل بسورة الهمزة، يحضر في آخرها الملك ميمون أبا نوخ والملك نوريائيل، وفي وسطهم الملك الحاكم عليهم والحاكم على السبعة العلوية السيد كسفيائيل، ويأتي فوق حصان أسود ووجهه يشع نور وكأنه شمس في إشراقها، وفي يده عصا من الزمرد الأسود، ويأخذ العهد مع صاحب الخلوة. وإن شاء الله سنذكر هؤلاء الملوك الكرام في فيديو قادم إن شاء الله تعالى. إذا نعود أدراجنا للفائدة ونقول: سورة الهمزة إن كتبت يوم السبت في صحن أبيض جديد لم يسبق استعماله للأكل، وكتبت في هذا الصحن عدد 7 مرات، شرط أن تكون الكتابة بالصمق، والصمق هو صوف الخروف الذكر المحروق والمضاف له قليل من الماء. ولا يزال الطلبة بالمدارس العتيقة يكتبون بالصمق إلى يومنا هذا، وسبحان الله تكون له رائحة مميزة. والصمق هو الحبر الروحاني الأصلي، لأنه هناك من يكتب بمداد الدفلة وهي نوع من النباتات، وهناك من يستعمل خشب الأرز القطراني الزكي الرائحة، وهناك من يستعمل الألوان الحمراء كالزعفران والماء الورد والقرنفل والمسك. وشخصيا أحب وأفضل الكتابة بالصمق الأصلي، ولكنه للأسف غير متوفر عندي، فلذلك أكتب بالزعفران. وأعتقد أن الصمق متوفر لدى العطارين بالمغرب بشكل كبير، وشكله يكون كالقرص الصغير البني اللون، ورائحته هي صوف محروق، ويوجد منه نوع مزور مخلوط بالتراب، فهذا لا تستعمله، وهو يباع على شكل قطع وليس قرص صغير، ورائحته ليست زكية مثل الأصلي. فإن وجدت الصمق الأصلي دقه جيدا واخلط معه قليل جدا من الماء العادي واتركه 6 ساعات، وضع فوقه طبقة رقيقة من الصوف لكي تصفي المداد، والقلم يكون بالقصب، واحرص أن القلم لا تكون فيه عقدة، لأن الأقلام التي بها عقدة أو 2 أو 3 عقد تستعمل لكتابات أخرى. فقلت: اكتب الهمزة 7 مرات في صحن جديد، والكتابة تكون يوم الثلاثاء أو الخميس أو السبت، ولا يهم إن كانت آخر الشهر العربي أو أوله، المهم تكون على وضوء واستقبال قبلة، وتكون مباشرة بعد صلاة الصبح بنية قطع الأمراض وشفائها. وبعد الكتابة تبخر الصحن بحبوب الكزبراء، وتقرأ سورة الهمزة 41 مرة، وكل مرة تكرر آخر السورة
نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة 7 مرات. وبعد الانتهاء تمسح ما كتبت بزيت زيتون، تمسحه وتعطيه لمن يعاني أمراضا داخلية تكونت من سحر أو مس أو خارجية، فإنه يشفى ويزول ما به نهائيا بإذن الله. وهذه التركيبة نسميها الزيت الحارق، فإن مسحت به علة خارجية ذهبت واندثرت. وإن شرب من هذا الزيت من يعاني أمراضا لا علاج لها ساعدته في الشفاء والعلاج بإذن الله تعالى. واعلم أن السحر المأكول يحدث الكثير من الأمراض الداخلية والخارجية، يمكن أن تصل إلى السرطان أعاذنا الله وإياكم. واعلم أن الهم والغم والضغط النفسي والإرجاع للخاطر من أهم أسباب الأمراض، فاحرص على نفسك وروحك من الهم والغم. فهناك من يطعن نفسه ويلومها لأجل الفارغات من الأمور والتوافه من الأشياء، فيتسبب لنفسه وجسده في آلام لن يشفيها طبيب ولا عشاب ولا راقي. وإن أحسست بالهم والغم وغشيك الغضب والضغط فتوضأ وصلي بكل عمق لتصله تعالى، فيصلك نوره ورحمته. إذا أحبتي في الله، كي لا أطيل عليكم، تقبلوا فائق التحية والتقدير، ولا تنسوا الاشتراك في قناتنا ووضع لايك لهذا الفيديو حتى نستمر بوضع كل ما هو مفيد لكم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.